فيلمنا النهاردة بيحكي قصة حقيقية بدأت خلال الحرب الكورية اللي كانت سنة 1950، في الوقت اللي كانت كوريا الشمالية والجنوبية في حرب، وكانت كل دولة بتحاول انها تبيد التانية. وبتكون في بنت اسمها سولا من كوريا الجنوبية عايشة في قريتها مع ابوها وامها. بتهجم عليهم قوات تابعة لكوريا الشمالية فبتبيد القرية بالكامل، ولكن سولا هي البنت الوحيدة اللي بتعيش لان والدتها خبتها في مكان بعيد عن الحرب. وبنروح للنقيب سليمان اللي في يوم كان رايح لشغله وبيعدي من قدام بيت حبيبته نوران، وهي بتتعمد انها تكون موجودة قدام البيت كل يوم علشان يشوفها. وبيستدعيه القائد بتاعه اللي بيبلغه انه تم اختياره علشان يشارك مع القوات التركية في الحرب الكورية ويساعد كوريا الجنوبية في حربها. ولما بيبلغ سليمان حبيبته نوران بسفره بتنهار وتقول له انها مش ممكن تعيش من غيره، ولكن هو بيطمنها ويقول لها انه مش هيتأخر وبيديها وعد انه هيرجع لها مرة تانية. وفي الطريق كان سليمان حريص انه يبعت جوابات لصديقته واهله، ولما وصل كوريا الجنوبية تم توزيعهم على الوحدات، ولان الحدود هي اخطر مكان بتحاول كوريا الشمالية انها تسيطر عليه، فبتروح وحدته هناك علشان تأمنه. وهناك بيتم ضرب مكانهم وبتتقطع كل الاتصالات مع القيادة، فبيكونوا مضطرين انهم يروحوا في مهمة علشان يبلغوا القيادة بنفسهم. وفي الطريق بيهجم عليهم عناصر من الجيش الكوري الشمالي، ولكن علي صديق سليمان بيقدر انه يقتلهم، وده لانه مهارته في القنص كبيرة. وفي لحظة سكوت بيسمعوا صوت في مكان جنبهم، فبيقرروا انهم يضربوا نار على اي حاجة، ولكن سليمان بيقول لهم انهم بكده هيكشفوا مكانهم وهيكونوا معرضين لاي هجوم. وبدأ سليمان بالفعل يدور على مصدر الصوت، وبيدخل قرية فبيلاقي ان كل اهلها ماتوا، ولكنه بيلاقي سولا قاعدة جنب جثة والدتها وبتعيط، فبيقرب منها وبيحاول يطمنها، فبتحضنه سولا وبياخدها سليمان معاهم لحد ما بيوصل لمكان القيادة. ولما صديقه محرم بيسأله لو كانت البنت من كوريا الشمالية هيعملوا ايه، فقال له انه مش هيفرق لان دي مجرد بنت صغيرة. ولما بيفشل سليمان انه يعرف اسم البنت بيقرر انه يسميها ايلا، واللي معناه ضوء القمر، وده تيمنا بشكلها الجميل ولانهم لقوها تحت ضوء القمر. ولما بيدخلوا للقائد يبلغوه ان الصين دخلت الحرب مع كوريا الشمالية وهم دلوقتي مكلفين بحماية مكان جديد. ولما بيتحركوا في طريقهم بتعطل عربية من العربات، وبعد كده بيحصل هجوم عليهم وبيتعاملوا معاه، وبينجح سليمان انه يصنع قنبلة يدوية صغيرة يرميها على الجنود، فبتلفت الانتباه وتتحرك قوة تابعة ليهم علشان تنقذهم. ولكن سليمان بيتصاب، وبتوصل اخبار الحادثة لاهله ويكونوا قلقانين جدا عليه. ولما بيفوق في المستشفى بتكون ايلا معاه وماسكه ايديه، وبيبلغوه ان القوات الكورية هتدور على اهلها علشان ترجعهم. وكمان بيبلغوا القائد انه ما يتعلقش بايلا لانه في وقت من الاوقات هترجع لاهلها، ويقول له كمان انه لازم يسيبها تحت رعاية المساعد بتاعه اللي اسمه صادق ويركز في شغله. ولما بيعمل كده بتستخبى ايلا في العربية بتاعت سليمان وعلي اللي بيروحوا لمكان تابع للقوات الكورية علشان يتكرموا على شجاعتهم. وبتظهر ايلا فجأة وبيكون سليمان مش قادر يتحرك بسبب حالة الانتباه العسكري، ولكن لما بيشوفها الجنرال بيأمر ان ايلا ترجع لرعاية سليمان مرة تانية. وبيبعت سليمان صورة مع ايلا لاهله وبيحكي لهم. ولما بيجي الشتاء بيكون الناس في المعسكر اتعودوا خلاص على ايلا، وبيفشل سليمان انه يخليها تتكلم لانها كانت فقدت النطق قبل كده بسبب الصدمة اللي تعرضت ليها في القرية لما اهلها كلهم اتوفوا. ولما بيحاول سليمان يقص لها شعرها علشان طول فبتزعل، وبيقرر انه يقص شعره هو وزمايله علشان يتضامن معاها ويشجعوها. وفي يوم من الايام بتحضر ايلا الطابور مع الجنود، فمرة واحدة بيلاقوها بتتكلم وتقول زي الجنرال وتقلده، فبيسمح الجنرال للجنود انهم يضحكوا، ويقترح واحد من اصدقاء سليمان انه يعلمها اللغة التركية. وفي يوم من الايام وهو بيعلمها بتشوف ايلا صور عيلة، فبتقول انها من غير عيلة ولكن عندها اب جميل اسمه سليمان.
وبيخرج سليمان مع ايلا وصادق علشان يقضوا اليوم في الشوارع، وبتكون ايلا مبسوطة جدا. وبيعرف صادق من واحد صاحبه ان في حد اتعرف على ايلا وممكن يرجعها لاهلها، ويقرر سليمان انه يروح الاول يشوف اهلها ويتأكد من الخبر. وبيقول لصادق انه ما يبلغش حد بالموضوع ده، ولكن محرم بيكون سامع كلامهم وبيبلغ عليه ويقول له انه شاكك انها حيلة من الجنود الكوريين. ولما بيروح سليمان بيبان فعلا انها حيلة علشان يقضوا على سليمان وياخدوا منه معلومات. ولكن بيتحرك صادق وعلي للمكان المحجوز فيه سليمان، وبيقدروا انهم يحرروه ويرجعوا للقطاع. وبيبلغهم القائد ان مارلين مونرو هتيجي تعمل حفلة في القطاع. ولما بيعرف علي بيفرح جدا، ولكن القائد بيبلغه انه وقتها هيكون في مهمة فمش هيقدر يحضر الحفلة. فبيتجنن علي، ولكن سليمان بيهدي. ويوم الحفلة بيقدر سليمان انه يخلي ايلا تطلع وتروح لمارلين وتمضي على صورتها لعلي، ولكن علي بيموت قبل ما يشوف الصورة. وفي مشهد محزن بيروح سليمان وايلا لقبر علي ويسيبوا له الصورة هناك. وبعدها بيعدي سنة وبتيجي أوامر إن كل الجنود لازم ترجع تركيا علشان هيتم استبدالهم بجنود تانيين. ولكن سليمان بيرفض ويطلب إنه يكمل لأنه مش هيقدر يسيب أيلا بحكم إنه ممنوع ياخدها معاه تركيا. ولما أهله ونوران بيعرفوا بيستغربوا جدا من قراره، خاصة إن كل زمايله رجعوا لوطنهم. وفي يوم بتهدي نوران أغنية لسليمان في الراديو، فبيعرف أهله بقصة حبه لنوران. وبيستدعي القائد وبيبلغه إن أيلا مواطنة كورية وان ده وطنها وانه يجهز نفسه علشان يرجع بلده. ولما بيتم استدعائه بمكتب العقيد بيبلغوا ان ايلا هتدخل مدرسة داخلية مع اطفال في نفس حالتها، وانه هيرجع على اول سفينة لتركيا. ولكن سليمان بيطلب طلب اخير انه يروح لمدرسة ايلا، وهناك بيلاقي ايلا مبسوطة جدا فبيطمن ويلاقي انه ممكن بكده يسيبها ويمشي. ولكن لما بيخرج من باب المدرسة بيلاقي ايلا وراه وهي بتعيط وبتحضنه، وتفكروا انه وعدها قبل كده انه مش هيسيبها خالص. فبيقرر سليمان انه يهربها ويحطها في شنطة سفر. ولما بيقدر يعدي من التفتيش في المينا بيبقى سعيد جدا، ولكن صديقه مسعود بيجي وراه ومعاه مديرة المدرسة وبيبلغوا ان ايلا اختفت، وبيطلبوا منه انهم يفتحوا الشنطة ولكنه بيرفض. بيفتحوها بالعافية ويكتشفوا ان ايلا جواها. وبيقول مسعود لسليمان انه مش هيعرف حد باللي حصل، وانه لازم يودع ايلا وداعها الاخير ويمشي من سكات. وبالفعل سليمان بيودع ايلا، ولكن بيوعدها انه هيرجع لها من تاني. وبيوصل سليمان لتركيا وبيكون صديقه في انتظاره. فلما بيسأله عن نوران بيقوله انها اتخطبت، فبيروح علشان يقابلها ويسألها عن السبب. فبتقوله انه سابها وسافر وفضل طفلة ما يعرفهاش على حبه ليها، وانها في النهاية ضعفت قدام رغبة عمها واتخطبت. فبيتجوز سليمان جارته نعمت اللي بيكون مش بيحبها ولكن هي بتحبه. وبتحاول نعمت تقرب منه وتقوله انها عارفة قصة ايلا وحابة تسمعها منه. فبيحكي لها سليمان على كل حاجة حصلت. فبتقوله نعمت انها هتساعده يدور عليها وتشاركوا الحلم ده لحد ما يوصلوا لها. فبيحس سليمان قد ايه نعمت انسانة صادقة وتستحق انها تكمل معاه. ولكن كل محاولاتهم في البحث عن الطفلة ايلا باءت بالفشل. وبتعدي 47 سنة وتيجي سنة 1999 وبيحصل زلزال مرمرة اللي بيموت فيه ناس كتير. وبيقرر سليمان انه يرجع يدور على ايلا، وبتجيله مكالمة من الجهات الكورية وبيقولوله انهم بيجهزوا للاحتفال بمرور 60 سنة على الشراكة بين البلدين، وانهم هيساعدوه انه يلاقي طفلته ايلا. وبيروح يحكي كل تفاصيل قصته مع ايلا ويديهم صورها وهي صغيرة. وبيبدأ الصحفيين والمراسلين انهم يدوروا من خلال ارشيف كوريا الجنوبية عن بنات في سنها وعندها نفس المواصفات، وبيقدروا انهم يوصلوا لايلا اخيرا. ولما بيقعدوا معاها ويحكوا لها على القصة كلها ويوروها صور سليمان بتعيط وتقول ان ده والدها وان عمرها ما هتنساه ابدا. وفي سنة 2010 بيسافر سليمان ونعمت لكوريا الجنوبية وبيكونوا مستنيين ايلا في حديقة، ولما بتظهر وبيشوفها بيجري ناحيتها على طول وهي كمان بتجري ناحيته. وبيفتكر وعده ليها انه هيرجعها تاني وانه اخيرا قدر ينفذ وعده بعد 60 سنة. وبيخلص الفيلم بمشهد لآيلا وسليمان الحقيقيين وهما بيقابلوا بعض وفي عينيهم دموع الفرح. الملخص ده من كتابة محمد هلال وتعليق عبد الرحمن معوض. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشوف حلقاتنا اللي فاتت. سلام.